بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول العمل على مشروع سهل لكي نقوم بتطبيق ما تعلمناه في لغة البرمجة C++ بالنسبة للمبتدئين. ففي الفكرة وراء هذا المشروع هو بناء calculator، simple calculator، آلة حاسبة بسيطة. فالبرنامج سيقوم بطلب اليوزر بإدخال أو باختيار type of the operation، يعني نوع العملية، زائد ناقص ضرب أو قسمة. ثم بعد ذلك سيقوم بطلب رقمان، نمبر 1 والنمبر 2، وسيقوم بالعملية. أوكي، فهنا عندي مسبقا هذا البرنامج include IOStream، يعني input output library، وهنا لدي المين فانكشن. أوكي، وهنا return 0، يعني إذا وصلنا لهنايا فالبروغرام سينتهي بدون أي error. أوكي، فهنا أول شيء سأقوم به هو تعريف الأوبريشن. مثلا هنا شار، يعني لأنه هنا لماذا اخترت شار؟ لأن هذه الأوبريشن ستكون سواء زائد، ناقص، ضرب أو قسمة، يعني هادو هما الاختيارات. أوكي، على هذا الشكل. فهنا نحتاج إلى شار واحد الكاركتر لكي نقوم بحفظ نوع العملية. ثاني شيء سنقوم بتعريف number 1 and number 2. أوكي، ثم ما سنقوم به هو سنقوم بكتابة، هنايا نقدر مثلا std cout. فهنا هاد std cout تستعمل لكتابة شيئا ما في التيرمينال. اوكي، هنا enter an operation، فهنا سنعطيه الاختيارات، يعني سواء زائد، ناقص، ضرب وقسمة. اوكي، اوكي، ثم بعد ذلك std cin، وسنقوم بحفظ هذا في operation. اوكي، هذا اول شيء، يعني سنقوم بطلب اليوزر بادخال operation سواء زائد، ناقص، الضرب او القسمة، وسنقوم بحفظ هذا في هذا الفاريبل operation. اوكي، بعد ذلك switch operation، سنستعمل switch cases. switch operation case، هذا هو الكيس الأول. الكيس الأول زائد مثلا، لكن هنا قبل نحتاج إلى النمبر الأول والنمبر الثاني. أوكي، يعني هنا عندنا الأوبريشن، الآن نحتاج إلى النمبر الأول والنمبر الثاني. هذا سنطلب من اليوزر enter two numbers، يعني سيقوم بإدخال two numbers. وهنا ممكن أن نعمل هذا على هذا الشكل، يعني std cin، هنا ندير نم 1، وممكن أن أقوم بهذا الشكل. أوكي، فكيس إذا كان البلس، هنا cout result، يعني النتيجة هي num 1. هنا أحتاج فقط إلى std num 1 plus number 2 plus num 2، وهنا std end line. أوكي، ثم بعد ذلك break. فقبل أن نقوم بالعملية الأخرى
default سأقوم بإضافة الديفولت كيس، وهنا مثلا std cout error std ندير. اوكي، الآن سنقوم بالتست لما قمنا به، يعني سنقوم بتشيكين كي جي بلس بلس calculator، وهنا calculator enter an operation زائد enter two numbers مثلا 5 و3، فهنا result 8، يعني البرنامج يعمل جيدا حتى الآن. اوكي، فالآن يجب إضافة الكيس الثاني اللي هو ناقص. في هذه الحالة std cout، وهنا result num1 minus num2 std handle break، ثم case ضرب std cout results num1 multiplied by num2 std handle break، ثم بعد ذلك كيس القسمة std. فهنا يجب أن نقوم بتست إذا ما كانت النم 2 تساوي 0، يعني هنا إذا كانت تخالف الصفر، ففي هذه الحالة std cout results هي num1 divided by num2، وهنا std handle، وهنا إذا كانت يعني else، يعني إذا كانت تساوي الصفر، ففي هذه الحالة std cout error can't divide by 0. std handle، ثم في الأخير لدينا البريك. اوكي، فهنا لدينا تيست، يعني إذا كانت num2 different to 0 فيمكن أن نقوم بالقسمة، إذا كانت تساوي 0 فلا يمكن أن نقوم بالقسمة. اوكي، هنا لدينا هذه الايرور الأولى كان divide by 0 ولا division by 0 impossible. هنا نقدروا نديروا مثلا invalid operation. اوكي، فإذا لم يدخل هذا الكاركتر زادو سنقول له invalid operation. يعني هنا مثلا calculator enter an operation، مثلا سأقوم بكتابة نقطة، فهنا لم يعطينا، يعني أنا enter two numbers مثلا 5 6، فهنا error invalid operation. اوكي، فهذا الاوبريشن هذه invalid. هنا لاحظ مثلا القسمة enter two numbers 10 2، وهنا result 5. اوكي، هنا مثلا ضرب 2 5 او مثلا 9، فالريزولت هي 18. اوكي، هنا البروغرام ينتهي مباشرة بعد عملية واحدة، فيجب إضافة واحد الوايل لوب، ولا ما يمكننا القيام به أيضا هو دو لوب. سأريكم هذا، فهنا دو. اوكي، يعني سنقوم بفعل هذا while مثلا choice تساوي مثلا yes. وهنا شنو يمكننا نقوم به، يعني هنا في نهاية البرنامج في
كل مرة سنقوم بطلب std cout. سنقوم بطلب اليوزر do you want to perform another operation ولا calculation. اوكي، يعني هنا سنقوم بطلب اليوزر ما إذا كان يريد أن يقوم بعملية أخرى. yes no. اوكي، وهنا سين choice. هنا فقط يجب تعريف choice. هنا مثلا شار operation choice ستكون شار as well. يعني هنا إذا كانت choice yes سيقوم بإعادة هذا etc ما لا نهاية حتى اليوزر يدخل no. clear. هنا لدينا مشكلة cin std cin وليس std cin. صح. calculator. اوكي، إذن هنا ضرب مثلا تو نمبرز 4 5 20. هنا لدينا مشكلة، فالبرنامج لم يعد مرتين، فالمشكل هنا. سأقوم بالاندنتيشن لكي يكون هذا واضحا. فهنا ليس في السويتش كيس، لكن يجب أن يكون خارج السويتش كيس هكذا. اوكي clear. ضرب مثلا 5 4. هنا do you want to perform another calculation. yes. اوكي، مثلا هنا كذلك هنا لدينا مشكلة، فالبرنامج يعود دائما يقوم ببرينتين ديال الريزولت وبعد ذلك ينتهي. فهنا يجب أن نعرف ما هي المشكلة. فهنا دو يجب أن تكون هنا. لاحظ، يجب أن نقوم بطلب اليوزر أن يدخل الأوبريشن. أوكي، وكذلك النمبرز في كل مرة أيضا، ليس فقط السويتش اوبريشن او سويتش كيس. فهنا calculator مثلا الضرب 4 5 result 20 yes enter an operation. الآن سنقوم بالزائد، مثلا enter two numbers 8 4 result 12. هنا do you want to perform another calculation. yes. هنا مثلا القسمة، وهنا answer two numbers مثلا 4 وهنا الصفر. هنا لازم يعطينا error. اوكي، error can't divide by 0. do you want to perform another calculation. no. فهنا البرنامج سينتهي.